تحية جديدة من القلب لكم حبايبي من وين ما كنتوا عم تتابعوني. برحب فيكم فيديو جديد وأكلة جديدة. من بعد حرق الأعصاب يلي صابنا كنا بالمونديال، حبيت أعمل أكلة كمان فيها حرق، بس حرق من نوع تاني مو حرق أعصاب. حبيت أعملكم أكلة حرق أصبع. هي أكلة سورية كتير طيبة، طلبها مني أحد متابعين القناة الغالي على قلبي كتير. أول شي رح نجهز الحمض يلي هو التمر الهندي. في ناس بتستخدم أنواع تانية من الحمض مثل الليمون أو دبس الرمان. بالنسبة لي أنا متعودة إني أعملها بتمر هندي. التمر الهندي عادة بيجي مجفف بالسوبر ماركت، وإذا لقيته على شكل سائل أو لقيته على شكل معجون بيكون أسهل. بس إذا ما لقيته مثل ما أنا اليوم ما لقيت، بتجيبوا المجفف. نحضر 250 جرام، مو شرط نستعمله كله، بس هالأكلة لازم تكون حامضة وحامضة ظاهر. بنجيب 250 جرام مثل ما قلت من التمر الهندي، ومنحطه بمي ومنحطه على النار ومنتركه يغلي لحتى يصير بهالشكل. لازم يفتح التمر الهندي وينفصل على النوع. تقريبا بده حوالي ربع ساعة وهو عم يغلي. بعدين بنحطه بمصفاية وبنصفيه وبنصير نكبسه شوي لحتى يطلع منه كامل كمية الحمض. أنا اليوم جهزت كاسة ونص عدس بني فاتح، مو الأورنج اللي بنستعمله للشوربة، لا، لازم يكون العدس البني. بنغمره بمي وبنحطه على النار وبنتركه يغلي لحتى يستوي. في طريقة أمي الله يرحمها ويرحم جميع أحبابكم كانت تقلي إنه العدس لحتى يستوي بسرعة وبطريقة أحسن لازم كل شوي بعد ما يغلي ننقذه بمي باردة. وفعلا أنا جربت هاي الطريقة وبتلاقوه إنه استوى بسرعة كتير، يعني كل 10 دقايق بنحط له شوية مي باردة، وهيك بنتركه على النار لحتى يستوي مزبوط على الآخر. لبين ما يستوي منجيب خبز لبناني ومنقطعه بسكينة أو بمقص لحتى يطلع شكله أحلى، ومنقطعه مربعات ليطلع شكله مرتب وحلو. منخلي الخبزات ينشفوا شوي، وممكن نقطعهم قبل بيوم لحتى ما يشربوا زيت كتير ونحن عم نقليهم. هلأ منقليهم بالزيت ومنغمرهم مزبوط مثل ما منقلي البطاطا. بعد ما يصير لونهم ذهبي منشيلهم. هلأ بنجيب بصل مقطع شرائح، بنفس الزيت كمان بنقليهم لحتى ياخدوا لون كراميل حلو. انتبهوا البصل ما لازم يحترق. أول شي بنقوي النار، بعدين بنخففها وبنضل نستمر بالتحريك. أول ما نلاقي لونه صار بلون الكراميل فورا بنشيله. هلأ بحاجة لجرزة كزبرة أو جرزة ونص بنقطعها ناعم، وحوالي 7 فصوص ثوم كمان مفرومين ناعم أو مدقوقين أو مفرومين بمحضرة الطعام. هلأ الكزبرة بنقليها بزيت الزيتون، بنقليها حوالي 3-4 دقايق، وآخر شي بنضيف عليها الثوم كمان بنقليه حوالي دقيقتين. بنجهز كمان الرمان ونفرطه بهالطريقة السهلة. بنقص الرمانة نصين، بعدين بندقها بالمعلقة مثل ما نكون شايفين. كتير سهل بيفرط الرمان وبيطلع كله سوا. لبين ما يستوي العدس بنجهز المعكرونة. أي نوع معكرونة بتحبوه بيمشي الحال، بس يفضل ما تكون كتير كبيرة المعكرونة. في ناس بتعملها بالعجين، بس أنا بحسها لتة ولبكة وبفضل استعمل المعكرونة. هلأ بعد ما تستوي المعكرونة حسب نوع المعكرونة عادة بدها من 8-10 دقايق بيكون العدس كمان استوى. لبين ما تستوي المعكرونة رح أقلكم طرفة، وهي ليش العالم بيسموا هالأكلة حراق أصبع. بتقول الحكاية إنه في رجال كتير كان بيحب بطنه ما بيصبر لبين ما تستوي الطبخة، بضل يفوت على المطبخ رايح جاي يدوق من الطبخ. مرة زوجته قررت تحضر أكلة من اختراعها ويلي هي طبختنا لليوم، وفات زوجها مثل العادة بده يدوق، حط إيده بالطنجرة واحترقت إصبعته وصار يصرخ. بنفس الوقت فات ابنهم على المطبخ ليسأل عن الطبخة، فظنت ابنه إنه عم يسأل ليش أبوه عم يصرخ، فقالت له حرق إصبعه، وصار الولد يقول ماما طابخة حرق إصبعه، ومن يومها صاروا يسموا هالأكلة حراق إصبعه.
شو ما كان سبب التسمية بحب أقول إنه هالأكلة من أطيب الأكلات وأشهاها، ونادراً ما نلاقي حدا ما بيحبها. هلأ بعد ما استوى العدس منضيف له حوالي 3/4 كاسة تمر هندي من يلي حضرناه، تقريباً معلقة كبيرة ملح، ممكن نحتاج ملح كمان أكتر شوي. منحط الحمض ومنحرك ومندوق ومنظبط الحمض مثل ما نحن نحب. مثل ما قلت لكم بأول الفيديو لازم الحمض يكون ظاهر وواضح. أنا هون ضفت كمان نص معلقة ملح. أنا رح أحط لكم المقادير بصندوق الوصف، سواء بيختلف بين كل ذوق وتاني. هلأ بس ضبط الحمض والملح مزبوط، منضيف عليهم الكزبرة، تقريباً 3/4 كمية الكزبرة والثوم يلي جهزناها، والربع الأخير بنتركه مشان نزين الوجه. هلأ بنضيف المعكرونة، أنا استعملت تقريباً 1.5 كاسة معكرونة. الأكلة صارت جاهزة، باقي علينا التقديم. بنوزع الأكلة بطبق التقديم. بعدين بنزينها بالخبز المقلي والبصل المقلي والرمان والكزبرة والثوم. حاولوا تصفوها بهالترتيب مشان لما الواحد يصب يطلع له من كل شي. بنكمل خطوط خطوط وهيك لبين ما نخلص كل كمية التزيين. هالأكلة بتتقدم مع فجل وبصل ومخلل وفلفل إذا بتحبوا، طعمها كتير طيب، ريحتها بتاخد العقل. وبنحط شوية كزبرة كمان مشان نظبط الألوان. ما بتتخيلوا ريحتها قديش حلوة، وطعمتها كتير 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 طيب. عن جد لازم تجربوها كلكم، تقولوا لي رأيكم بالتعليقات. أكيد ناس كتير بيعرفوها، وكمان أكيد في ناس ما بيعرفوها. يا ريت الناس اللي ما بيعرفوها وجربوها مثل ما علمتكم تقولوا لي شو رأيكم فيها. حكيت كتير، بتمنى ما تكونوا مليتوا. إذا عجبتكم طبختي لليوم يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة، تدعموني بتعليقاتكم الحلوة ودعواتكم الأحلى. شوفكم إن شاء الله على خير وسعادة وراحة بال دائما، بأمان الله.